في موضوع حصل في إيطاليا مزعل الأثريين جدا، ولازم تعرفوا إيه أصله وفصله وليه هما زعلانين. من ضمنهم أنا بسمع في الكومنتات دايما بيمسكوا في متحف الإمارات، وإن متحف الإمارات فيه آثار كتيرة وإحنا بنهرب وكلام كتير جدا، مع إن أكتر متحف فيه آثار مصرية هي المتاحف الإيطالية. أكتر بلد واخدة مننا آثار سرقاها من أيام الرومان لغاية وقتنا هذا هم الطليان، والمتاحف الإيطالية مليانة. آخر قضية اتمسكت كانت فيها تهريب آثار للخارج، كان فيها القنصل الإيطالي. فخلوا بالكم يا جماعة إن الدولة دي ما بسمعهاش خالص في الكومنتات، فأنا حبيت أوضح المعلومات. إيه بقى الموضوع اللي حصل؟ في متحف هناك اسمه متحف الشرق الأدنى ومصر والبحر الأبيض المتوسط. وركزوا يا جماعة في حتة إن هم ذكروا مصر لوحدها، يعني ما ذكروهاش ضمن الشرق الأدنى أو ضمن البحر الأبيض، لأن اسم مصر لوحده حضارة. أساسا المتحف ده قايم على الآثار المصرية، وهو بس ذاكر الحاجات التانية كده تحابيش علشان احنا برضو ما نتغرش قوي. فركزوا في النقط دي. في روما حبت تعمل حركة جديدة فكسانة شوية علشان تجذب ليها زيارات، لأن أنا زي ما قلت لكم مليون مرة إن المتاحف اللي بره بتعمل أراجوزات علشان تدخل ليها فلوس. وركزوا في الحتة دي، لأن المتاحف اللي بره هي بتعتمد على شراء الآثار. تاني حاجة جذب عالي جدا في العرض، وده محتاج فلوس. صيانة دورية للآثار، وده محتاج فلوس أكتر. فبالتالي المتاحف دي فعلا بتلم فلوس كتير علشان تظهر في أحسن صورة. علشان كده أنا بعذر المتاحف اللي عندنا في الأيام الماضية، لأن حاليا بصراحة في نظافة في المتاحف وجمال أنا بصراحة ما كنتش أتخيل إن هو يبقى موجود في المتاحف المصرية. المهم نرجع لموضوعنا. فبيعملوا الحركات دي، ومتحف متروبوليتان بيعمل نفس الحركات، فهو عايز يعمل حاجة تجذب. عمل ايه؟ جاب أكثر موميا مثيرة للجدل وعمل لها استنساخ. واستنساخ كمان مش زي ما احنا متعودين، لا ده استنساخ يعني جايبين الموميا وهي سنة 1912 وعاملين لها استنساخ. يعني حتى الموميا بعد ما تغير فيها بعض أشياء نتيجة لأنها سافرت وجت وتعرضت للكثير من المعالجات والكلام ده كله، فطبعا العامل الزمني أثر شوية. لا هما بقى جايبينها من ساعة ما طلعت 1912، وخدوا الصور اللي صوروها، عشان كده دايما اقول لكم التصوير مهم. وعملوا نسخة طبق الأصل من هذه الموميا، الموميا العزيزة على قلبنا. طبعا عملوها كده. طيب الموضوع هينتهي على هنا؟ لأ، ده عايزين كمان يخلوا الموميا دي 3D، وكمان الناس تيجي تلمسها. فطبعا هنا الموضوع هيتقلب لحاجة احنا كنا عارفينها زمان وهيعاد بعثها مرة أخرى. ايه هي؟ انهم يعملوا حفلات يتم التمثيل في المومياوات المصرية حتى لو هي مش أصلية، بس المسألة مسألة إن دي رمزية مصرية، ما ينفعش الحركة دي تحصل، وما ينفعش إنه إحنا نسكت عليها، لأن إحنا لو سكتنا عليها إذا هيتم استنساخ كل ما هو مصري، والناس أولا هيسيئوا استخدام هذه المومياوات، لأن أنت هتقدر تلمسها فتقدر تعمل فيها حاجات مش لطيفة. فدي حاجة إحنا نرفضها. تاني حاجة دي إساءة للرموز المصرية وإساءة لينا وتعدي على حقوقنا والرموز المصرية، اللي مفروض إن الحاجة زي كده لما تحصل مفروض يبقى فيه موافقة مننا، لإما يتم إزالة هذا الشيء زي ما حصل في الصين. لأن الصين برضو عملت استنساخ لأبو الهول والأهرامات، تم إزالته، لأن هو في فرق بين استنساخ إن أنت تعمل طبق الأصل، وفي فرق إن أنت بتعمل نسخة رديئة زي اللي حصلت في السعودية. اللي حصل في السعودية ده نسخة رديئة من الآثار المصرية، ما ينفعش إن احنا نشيلها لأن دي موجودة في العالم كله. طيب
ده بقى اللي مزعل الأثريين، إن تعدي على الفكرة بتاعتنا أو تعدي على آثارنا. تاني حاجة الرمزية، إن انتوا تقدروا تلمسوها والكلام ده كله، ودي حرمة ميت. في ناس هتقول طب ما احنا عارضينها، احنا عارضينها من باب العلم مش من باب ان انت تلمسها وتعمل حاجات الله أعلم انت ممكن تعمل ايه فيها. فطبعا الموضوع هنا مش لطيف خالص، بس إيطاليا دائما تتجرأ علينا في الحاجات دي. دايما تمسكوا في دول تانية وسايبين إيطاليا. المهم نرجع لمرجوعنا. طب انت يا نيرفانا ايه رأيك؟ انا رأيي الشخصي ان الموضوع ده ما حصلش اول مرة، يعني هو حصل قبل كده مرتين. مرة في ان هم عملوا موميا بس مش الشكل بتاعت الملك توت عنخ آمون، شبيهة ليها، وحطوا عليها المقتنيات بتاعة الملك رمسيس، المقتنيات بتاعة الملك توت عنخ آمون. الكلام ده كان في بريطانيا. طب هما ليه عملوا كده؟ علشان يوضحوا للزوار ايه هي التمائم اللي كانت على الموميا، لان موميا الملك توت عنخ آمون ممنوع خروجها من مصر. فبالتالي هم عاوزين يوروا الناس في المعرض بتاع الملك توت عنخ آمون الموميا بتاعته كان شكلها عامل ازاي، وكمان الآثار اللي كانت عليها كانت عاملة ازاي. ودي حاجة يعني حلوة. بس مع الأسف مع الوقت في ناس خدت الموميا دي على أساس إنها أصلية، وقالوا إن دي بتاعة الأفروسليترك، حتى شايفين اللون عامل إزاي. فطبعا ده كان حاجة مش لطيفة، بس ما كانش مقصودة، يعني حصلت مع الوقت. طيب في حاجة كمان حصلت تعالى أقول لكم. استنساخ لموميا الملك سيتا الأول، وزي ما انتم شايفين دي النسخة المستنسخة، ودي النسخة الأصلية، دي الموميا الأصلية. وده شكل الملك سيتي لو كان حي كان هيبقى بالشكل ده. طبعا زي ما انتم شايفين في فرق كبير ما بينهم، وده اللي مقصود، لأن هما لو عملوا نسخة طبق الأصل إذن ملهاش لازمة بقى بتاعتنا. فاهمين؟ فهمتوا؟ فلازم يعملوها بطريقة تبين إن هي مش أصلية بس بتوضح الفكرة. فكان في فرق في الشكل بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. لكن بصراحة اللي حصل في إيطاليا أنا ضده تماما، بس مش ضده لينا إحنا كمصريين. يعني إحنا أولى بالفكرة دي، الفكرة دي تتسحب من إيطاليا وإحنا هنا ممكن نعملها، علشان لما إحنا هنا نعملها هيكون الموضوع فيه زي ما تقولوا شرح عملي للتحنيط في حد ذاته، وفي نفس الوقت ممكن نشرح من عليه إزاي بتحصل عملية التحنيط. زي ما في بعض الأماكن بره بيوروا تشريح الإنسان عن طريق بيبقى فيه هيكل كده أو فيه شكل أو نموذج إزاي تخرج القلب، إزاي تخرج الكلى، أو مكان الحاجات دي فين في الجسم. فإحنا ممكن نعمل نسخة زي كده في المتحف عندنا أيا كان المتحف، ونبين للناس عملية التحنيط كانت بتكون عاملة إزاي، وإيه الأماكن اللي كان بيتفتح منها وإيه الأماكن اللي كان بيتقفل منها، عشان الواحد بيسمع خرافات. فأنا ضد الفكرة إنها تطلع بره مصر، لكن جوه مصر إحنا كفكرة جديدة إحنا ممكن نستخدمها بطريقة أكثر إبداع من أي بلد تانية. فبالتالي إحنا كمصريين من حقنا إن إحنا نقول أو لأ حوالين الآثار المصرية، خاصة المومياوات، لأن هنا دخلت في حقوق الإنسان، مش مسألة آثار، لأن دي حرمة إنسان ما ينفعش يحصل فيها حاجة زي كده. بالتالي احنا لو اتحركنا الموضوع هيفرق.